مسيح الدجال يمكن يكون خروجه أقرب بكثير مما نتوقع، بل في احتمالية إنه يخرج خلال السنوات القريبة القادمة. يعني أنت اللي تشوف المقطع ممكن تعيش وقت خروج الدجال وتشاهد كل الأمور العجيبة بنفسك. ولا يا عزيزي أنا ما أبالغ، في نهار ذات يوم تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال ووجه كلامه للصحابة، وكان يحذر منه وفي نفس الوقت ينقص منه. فبعض الصحابة اعتقدوا إنه خلاص الدجال الآن بينهم وممكن يكون مختبئ في أحد البساتين القريبة منهم، فذهبوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا ذكرت الدجال حتى ظننا أنه بيننا، فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني حتى رسول الله كان يعتقد أنه ممكن الدجال يظهر في زمانه. فنعم المسيح الدجال يمكن يظهر في زماننا هذا. طب وين المسيح الدجال؟ وهل هو حي؟ وكيف عنده قدرات خارقة لا يملكها أي كائن على وجه الأرض؟ ومتى بيخرج؟ تعالوا نبدأ بهذه البداية العجيبة جدا. جمع رسول الله يوما الصحابة في المسجد وصلى بهم حتى النساء اجتمعت ذاك اليوم، وحكى لهم هذه القصة اللي أكد على كلامه. قالوا قبل كذا للصحابة تميم الداري هو رجل نصراني جاء للرسول وأسلم وبايع، لكن قبل كذا تميم سافر على ظهر سفينة هو و30 رجل من قبائل العرب، فهاج بهم البحر والأمواج من كل جانب وفقدوا السيطرة تماما على السفينة. واستمرت السفينة هكذا لمدة شهر، ما يقدروا يتحكموا بالسفينة، لا هم عارفين وين مكانهم ولا حتى في أي اتجاه رايحين، حتى رست وتوقفت السفينة في جزيرة غريبة وأول مرة يشاهدوا هذه الجزيرة. فنزلوا من السفينة بعد معاناة شهر من التخبط والضياع والتعب، فدخلوا الجزيرة الغريبة وهنا تبدأ أول الأمور الغريبة. وجدوا دابة كثيرة الشعر لدرجة إنك ما تعرف وجهها من ظهرها، فوقفت أمامهم فانصدموا وخافوا منها فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت الدابة أنا الجساسة. أيوة، هنا تخيل نفسك في هذا الموقف في هذه الجزيرة المهجورة وفي كائن غريب يكلمك ولسه القادم أغرب. فقالوا لها وما الجساسة؟ فما ردت عليهم، لكن قالت لهم اذهبوا لذلك الدير فهنالك رجل مشتاق جدا لكم وللأخبار التي معكم. الدير هو مكان تعبد للنصارى ويقال انه قصر هذا الرجل الغامض. وايضا هذه الدابة اسمها الجساسة لانها تتجسس وتتفحص الاخبار لهذا الرجل الغامض حسب بعض التفاسير. فذهبوا مسرعين لهذا الرجل، فلما دخلوا على الرجل وجدوا رجل شكله غريب وعجيب ومخيف جدا، ما عمرهم شافوا رجل بهذا الشكل في حياتهم، وكان مقيد بالسلاسل والاغلال وباشد واغرب انواع التقييد، حتى انه يديه كانت مضمومة ومقيدة الى عنقه وما بين ركبتيه الى كعبيه حديد. فقالوا مين انت وليش حالتك كذا؟ فقال لهم طالما اكتشفتم مكاني وحالتي فراح اكشف لكم عني وعن حالتي. لكن بدأ يسألهم اسئلة غريبة قبل لا يعرف عن نفسه وعن حالته. فقال لهم ايش قصتكم ومن وين انتم وكيف وصلتم لهذا المكان؟ فقالوا احنا من العرب ومن جزيرة العرب، تهنا في البحر حتى حملتنا الامواج لهذا المكان الغريب وقابلتنا الجساسة ودلتنا عليك. فقال لهم اخبروني عن نخل بيسان، هل ما زال نخلها يثمر؟ وبيسان هي قرية في الشرق. فقالوا نعم يثمر، لكن على وشك انها لا تثمر ولا تنتج التمر. بعدها سألهم عن بحيرة طبرية وهي في شمال الجزيرة العربية. فقالوا عن ايش تسأل بالضبط؟ قال هل فيها ماء؟ فأجابوا نعم هي كثيرة الماء. فقال إن ماءها يوشك أن يذهب ويجف. بعدها سألهم عن عين زغر وهي أيضا قرية في الشام لكن النبات فيها قليل. فسألوا عن ايش بالضبط تسأل؟ فقال هل العين فيها ماء؟ وهل يزرع أهل تلك العين بماء هذه العين؟ وهل العين بقي فيها ماء من الأساس؟ فقالوا نعم ما زالوا يزرعون والعين كثيرة الماء. حتى الآن كل هذه الأسئلة غريبة عليهم، وهو يسأل الأسئلة وكأنه يعرف شيء ما يعرفوه. فسألهم ماذا صنع نبي الأميين وما هي أخباره؟ طبعا هو يقصد محمد عليه الصلاة والسلام. طب هو إيش عرفوا بهذا الرسول إنه يخرج في العرب أصلا وبهذا التوقيت؟ يمكن الجساسة كانت توصل له هذه الأخبار، ويمكن يرسل له جن يجمع له الأخبار، لكن ما أقول غير الله أعلم. فقالوا قد خرج في مكة والآن هو في المدينة. قال أقاتله العرب؟ وهو يقصد قتال الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش. فقالوا نعم العرب حاربوه وانتصر عليهم ثم أطاعوه العرب بعد ذلك. فقال هذا خير لهم إنهم أطاعوه. بعد هذه الأسئلة قال الرجل الآن بقول لكم من أنا المسيح الدجال، وعلى وشك أن يتم السماح لي بالخروج، وعلى وشك أن تفك كل قيودي، فأسير في الأرض من أولها لآخرها مشارقها ومغاربها، فلا أترك قرية أو مدينة أو أرض إلا نزلتها ودخلتها، وكل هذا في 40 ليلة. وهذا دليل على سرعته وقدرته الهائلة. يعني في 40 ليلة يكون قد مشى ووصل إلى كل بقعة وشبر على وجه الأرض. بعدها قال إلا مكة والمدينة فهي محرمة علي لا أستطيع دخولها، وكلما أردت أن أدخل واحدة سواء مكة أو المدينة استقبلني ملك بيده السيف مسلولا ومستعد أن يقاتل ويصد عن الدخول. وفي كل مرتفع
أو منخفض من هذه المدينتين ملائكة يحرسوها ويحموها. هذه القصة هي مثبتة وبالأدلة الصحيحة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر الصحابة بخبر الدجال، وما هذه القصة إلا تأكيد فوق تأكيد، وفيها أمر عجيب آخر بذكره بعد قليل. لكن الآن تعالوا نذكر أحداث خروج الدجال بالترتيب. الدجال هو أحد علامات الساعة الكبرى، وخروجه هو مقدمة ليوم القيامة. ما نعرف بالضبط كم المدة بين خروج الدجال ويوم القيامة، لكن على الأرجح عدة سنوات بينهم. بمعنى إذا خرج الدجال اليوم فيوم القيامة ما بيكون بكرة أو بعده، لأنه في أحداث كثيرة فيهم وبينهم. لذلك على الأرجح أنه أولى علامة الساعة الكبرى هو المهدي، وهو رجل سيملأ الأرض خيرا ولم يولد بعد، وبتكلم عنه في مقطع منفصل. بعد ما امتلأت بالخير العظيم في عهد المهدي وقبل خروج الدجال ب3 سنوات، يصاب فيها الناس بجوع شديد جدا. في السنة الأولى يأمر الله السماء بأن تمنع ثلث مطرها من النزول، ويأمر الأرض بمنع ثلث نباتها. وفي السنة الثانية يأمر الله الأرض والسماء بمنع الثلثين. وفي السنة الثالثة يأمر الله السماء بأن تحبس ماءها كله ولا تقطر قطرة واحدة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت أي شيء. فيصاب الناس بجوع شديد ويهلك ويموت الكثير من البشر، والمؤمنين يكون صبرهم على الجوع هو بذكر الله والتهليل والتكبير والتحميد. في هذه الفترة أو قبلها سينسى الناس الدجال وما راح يتذكروه، بل حتى الخطباء في صلاة الجمعة وفي الخطب ما راح يذكروه، وكأنه أمر الدجال بين الناس اختفى، وما يعرف أمر الدجال إلا قليل جدا. وفي دلالات أخرى تظهر قبل خروج الدجال وقيام الساعة وكأنها تنبيه لنا، وهي أن يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. سألوا الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. والصراحة أشوف هذه الأمور تحدث الآن في زماننا هذا أو بعضها. وقبل خروج الدجال تنتشر الفتن بشكل كبير حتى تجد الناس ينقسموا لقسمين: قسم مؤمن لا يوجد في إيمانه نفاق قط، وقسم منافق لا يوجد في نفاقه إيمان. بعد هذه السنوات تبدأ قصة الدجال الحقيقية المرعبة، أشد وأقوى فتنة على كل البشر.